السلام عليكم متابعين الأعزاء. كان نبي الله داود عليه السلام من الأنبياء والرسل الكرام الذين أتاهم الله الحكم والنبوءة والملك، جعله رسولا إلى بني إسرائيل، فكان يحكم فيما بينهم في القضايا والخصومات. فتلك القصة ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. قال سبحانه وتعالى: هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمت بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. يقول تعالى: هل أتاك يا محمد نبأ الخصم وأمرهما العجيب مع داود عليه السلام حين تسلق الخصمان جدار المحراب الذي كان يتعبد فيه سيدنا داود عليه السلام دون استئذان، ونزل من الجدار حتى دخل على سيدنا داود وهو في مكان عبادته. وحين دخل الخصمان عليه بغتة من غير باب المحراب وبلا استئذان فزع وخاف منهما، فقال الخصمان لداود عليه السلام حين رأياه قد فزع من دخولهما عليه: لا تخف، نحن خصمان تعدى أحدنا على الآخر وظلمه من غير حق، جئناك لتحكم بيننا فاقض يا نبي الله بيننا بالعدل ولا تجر في القضاء فتتجاوز الحد بالميل مع أحدنا على صاحبه، وأرشدنا بحكمك العادل بيننا إلى قصد الطريق المستقيم ولا تخالف بنا إلى غير الحق. فقال أحد الخصمين لنبي الله داود: إن هذا أخي له 99 نعجة أنثى من الضأن ولي نعجة واحدة لا أملك غيرها. فقال لأخي: اعطني نعجتك وضمها إلي لأتملكها وتكمل عدد نعاج 100، وهو يصر علي أن أعطيه نعجتي ليضمها إلى بقية نعاجه. وظلمني أخي في مخاطبته إياي فغلبني وقهرني حتى رآني ممتنعا أن أعطيه نعجتي من غير طيب نفس مني، وقد شدد علي في القول وأغلظ لأنه أفصح مني. فقال نبي الله داود: لقد ظلمك أخوك بطلبه أن يأخذ منك نعجتك الوحيدة ليضمها إلى نعاجه الكثيرة، لأن كثيرا من الخلطاء والشركاء في الأموال يبغون على أصحابهم في العادة، يتعدى بعضهم على بعض بالظلم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقيل الصالحون الذين لا يظلمون أحدا. اقتنع الطرفان بحكم نبي الله داود وسلم له وغادر المكان، وذلك دون أن يستمع سيدنا داود إلى الخصم الثاني. وبعد أن انصرف أعاد سيدنا داود عليه السلام التدبر في تلك المسألة والخصومة، فعلم أنه كان لا بد أن يستمع إلى الطرف الآخر ليكون تصوره عن المسألة كاملة ثم يحكم بينهما. فأدرك داود عليه السلام تسرعه في الحكم وعلم بعد قضائه بين الخصمين أن ما ابتلاه الله وامتحنه، فأناب إلى الله وخر ساجدا مستغفرا لله ورجع إلى الله تائبا، فغفر له الله ذلك الذنب وعفى عنه ولم يؤاخذه بخطيئته، فإن له عند الله قربة منه ومنزلة عالية يوم القيامة وحسن مرجع في الجنة يرجع إليه في الآخرة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر سورة صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود، فنزل فسجد وسجدوا وقال: سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. فهذه هي القصة الثابتة عن المفسرين. أما ما يفسره الآخرون بأنها نزلت عن فتنة سيدنا داود وافتتانه بالمرأة التي تزوجها فهذه من الإسرائيليات ولا يجوز قولها، لأن أنبياء الله معصومون من مثل هذه الفواحش. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.